سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البهله او غريبه كتجي مشققه وزوينه وسهله واقتصاديه في المقادير. المهم ان شاء الله ندوزو المقادير. المهم كما كتشوفوا هنايا المقادير، هنا انا استعملت غير النص ديال المقادير. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم انا عندي كاس ديال السكر، عندي كاس مع ماش ديال الزيت، عندي هنايا نص كاس ديال الزنجلان محمر، عندي هنايا نص كاس ديال حتى هو اللوز اللي حمرته وهرمشته على هذا الشكل، عندي هنا 2 معالق كبار ديال الطحين اللي حمرتهم، عندي هنا واحد شويه د الملحه، وعندي نص معلقه ديال القرفه غير شويه، وواحد راس المعلقه د الخميره الخبز، عندي نص ديال المارغرين، عندي هنا 2 خمارات حمر وفاني، وهنا الطحين على حساب الخليط. المهم ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. المهم انا جبت لك ساعه فاش غادي نخدم، غادي ندير فيها مارغرين، هنا راه درت غير النص، وغادي نزيد عليها كاس ديال سنيده. المهم اللي بغى يذوب المقادير يدير الدوبل ديال هادو، وفاني وقبيصه ديال الملحه. صافي غادي نخلط دوك المكونات مزيان حتى ندوب الزبده مع السكر سنيده كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نبقى ندلك بالقدم ديال يدي حتى تذوب لي سنيده مع الزبده. هاد الغريبه كتعطي كميه مزيانه واخا غير النص. المهم انا كتجي حتى في المذاق وكتجي مشققه. المهم هنا من بعد ما جمعت سنيده والزبده، هنايا غادي نزيد كاس ديال الزيت، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. هنا غنحاول نبقى نجمعهم حتى يوليو بحال الكريمه. صافي كما شفتوا غادي نمشي ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي ندخل الزيت ضروري في اي حلوه، في اي حلوه شاركت معكم كنقول لكم ضروري الزيت تدخل، ما تبقاش في الجناب باش ما تجيناش العجينه ميدمه. غير كتبقى الزيت على من الجناب كتبقى تطلق، كتولي ديك العجينه ميدمه بزاف. صافي هنا كما شفتوا هنا من بعد ما ولات بحال الكريمه، غادي نزيد ديك القرفه وشويه ديال الخميره، غير راس الخميره ديال الخبز، وغادي نزيد اللوز مهرمش ومهرمش ومحمر. غادي نزيد الزنجبيل. المهم غادي نزيد دوك المكونات كاملين. دوك 2 معالق ديال الطحين كيعطيو اللون، كيجيبوها مذهبه، ما كيعطيو اللون فيها زوين وحتى في المذاق. صافي هنا غادي نمشيو بنفس الطريقه ونبقى نزيد دوك المكونات اللي بقاو. المهم هنا غادي نزيد الطحين هنا اللي حمرت. صافي غادي نمشيو ان شاء الله بنفس الطريقه، نبقى نزيدو دوك المكونات حتى غادي نساليو. ديك نص معلقه ديال القرفه اللي درنا كتعطيها واحد النكهه اللي زوينه وواحد المذاق اللي زوين. صافي هنا غادي نبقى نزيد الطحين تدريجيا، ماش نخويه كاملو. المهم هنا راه مدرتلياش تقريبا راه نص كيلو، شاط ليا منه شويه. هنا غادي نزيد 2 خمارات حمر على هذا الشكل. صافي نبقى نخلط وبقى نشوف العجينه ديالي باش ما تجيش تكون هي، خصها ضروري تكون قاصحه ولكن ما تجيش قاصحه بزاف باش ما تضطروش بقى تزيدوا الزيت باش تجيكم هي هذيك. بقى نزيدو غير بشويه بشويه حيت كل طحين وشنو كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. صافي هنا كما شفتوا انا كنجمع في العجينه. صافي غادي نمشيو ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي نجمع العجينه ديالي كامله، وغادي نحاول ندلكها شويه حيت البهله ضروري كتبغي شويه ديال الدلك. صافي هنا كما شفتوا هي العجينه كي كتكون قاصحه، ولكن حيت كبقى تدلكوها راه كبقى تطلق داك الليدام ديالها وكتجمع معكم. صافي هنا غادي نستعمل انا 2 اليدين باش غادي ندلكها مزيان. واللي عندها العجانات ديرها حتى في العجانه من الاحسن كتجي كدلكها مزيان. المهم انا هنا استعملت يدي. صافي بقيت كندلكها، هنا بقيت كنجمع حيت دلكتها قبل. صافي هنايا كنجمع وكندلك في نفس الوقت على هذا الشكل.
صافي هنا من بعد ما جمعتها غادي نحطها على جنب وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح غير شويه. صافي هنا غادي نغطيها ونخليها ترتاح على ما نجيب الطاوة وداكشي. صافي ان شاء الله وغادي نبقى نكور معكم. المهم صافي كما شفتوا هنايا غطيتها وغادي نخليها ترتاح. صافي كما شفتوا هنايا من بعد ما ارتاحت انا جبت هاد الطاوة حيت عندي اللي ما عندوش ماشي ضروري يستعملها غير في الطاوة العادية. انا هنا حيت عندي واستعملتها. صافي كنحطها وكنبرك عليها غير شويه كنجيبها في الوسط حيت راه باقا كطلق كنجيبها في الوسط ما كنديرهاش كبيره بزاف. المهم كنديرها هنايا متوسطه وكل واحد شنو كاين اللي كيبغيها كبيره كاين اللي كيبغيها صغيره كل واحد وشنو. صافي هنا راه كندير لها كنبقى ندوبها في يدي مزيان حتى كطلق لي الزيت ديالها عاد كنكورها معكم. صافي هنا كنبرك عليها غير شويه وكنحطها. صافي ان شاء الله غادي نمشيو لنفس الطريقه حتى غادي نعمر الطاوه ديالي كامله. وانا هنايا راه مسخنت الفران حيت البهله كتبغي الفران يكون سخون. انا راه كنكبر والفران شعلته باش يسخن مزيان. صافي هنا كما شفتوا انا غادا وكنعمر في اللاطه ديالي هنايا. صافي هنا من بعد ما غنعمر اللاطه غادي نطيبها غادي نديرها من التحت حتى تتشقق عاد غادي نطلعها الفوق تكون عليها العافيه من الفوق. صافي هنا كما شفتوا هي من بعد ما طابت ها هي كي كتجي مشققه كامله وكتجي زوينه ومذهبه. انا ما خصكمش تخرجوا من حداها انا راه شي وحيدين من الجناب غير الجناب ديال الفران تقاتوا لي غير شويه. المهم صراحه كتجي زوينه بزاف. ها نتوما كما شفتوا هنا من الاحسن تبقى وحدها انا راه سيت غير شويه غير الجناب ديال الفران وتقاسوا كما كتشوفوا انا كنوريكم. صافي هنا من بعد ما حطيتها معكم في التفصيل ديال التقديم ها هي كي كتجي صراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي مشققه لا وحتى في المذاق كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وكنتمنى ان شاء الله تدعموني وتعاونوا معايا وتدخلوا عندي القناه. الفيديو يجي ان شاء الله باذن الله.